السلام عليكم. دلوقتي احنا في الكرياتور ستوديو في جوجل اي او كونكت في برلين، ومعايا صراحه اتنين من احسن الناس اللي قابلتهم حتى الان، ومن اكتر الناس فعلا اللي يقدروا يقدموا لكم نصيحه قويه جدا، الا وهو محمود النفعي وسيد علي. الاثنين طبعا جوجل ديفلوبر اكسبرتس، وانا طبعا الثالث معاهم. بس ان شاء الله النهارده هنتكلم عن يعني الموضوع ده، وكتير اتسالت عنه في القناه، اللي هو ازاي احنا بقينا جوجل ديفلوبر اكسبرتس، وازاي انتوا كمان تعيشوا نفس التجربه دي، وايه البنفيتس اللي بنحصل عليها. وده ان شاء الله هنعرفه مع محمود وسيد. اهلا وسهلا طارق. اهلين. فيعني عرفنا كده بقى ايه قصتك كده، ازاي بقيت جوجل ديفلوبر اكسبرت؟ قصتي شويه يمكن مختلفه. انا بحكم كان معي بزنس، شركه اسمها انفوسبارك السوفت وير ديفلوبمنت كومباني. فكان في احد خلينا نقول السنوات تقريبا على 2018 2019 طورنا برنامج عباره عن دراج اند دروب تو بيلد الشات بوت. اذا تتذكروا جوجل اسيستنت، خلاص طبعا جوجل اسيستنت الحين، وكان دايلوج فلو بعدها. فكنا نستخدم دايلوج فلو كبيس على اساس نبني الدراج اند دروب تشات بوتس. صحيح. فكان في احد من السنوات في عمان كان في ايفنت، هذا الايفنت تقني بتتجمع فيه الشركات التقنيه، فكنا احد المشاركين. فكنت استعرض هذا المنتج، فكان احد الجوجلرز كانوا موجودين في هذا الايفنت. فبالصدفه مر يعني من جنبي، فجلست اشرح له البلاتفورم. وكل شوي انا كنت اذكر ان استخدمنا كذا جوجل تكنولوجي، انا استخدمت دايركت فلو، استخدمت كذا. فهو منصدم ان انت ليش مش داخل حاجه اسمها جي دي جي مسقط. قلت له وات جي دي جي مسقط. فكان في هذيك الفتره موجود جوجل ديفلوبر جروب في مسقط، وما زال طبعا موجود. فبدات دخلت معاهم. فهم من البدايه كانوا بيشوفوا في ان انت عندك خبره في حاجه معينه، ممكن نعطيك توجيه، تقدم ورش اكثر، بتحضر مؤتمرات، وهذا اللي مسويه الحين يعني. صحيح. ونجهزك على اساس تكون انك انت اكسبرت. فبدت الرحله من هناك، يعني صرت احضر بعض المؤتمرات خاصه بجوجل، خاصه في منطقتك. يعني طبعا انا اتكلم، حاول بقدر الامكان انك تحضر هذه المؤتمرات. وبدات اني اقدم ورش عن الكاتيجوري معين اللي كان جوجل اسيستنت. بعدين بدات اتكلم عن فاير بيز، بدات اتكلم عن اكثر من تكنولوجي يعني. لحد ما شافوا ان انا صرت متمكن في قطاع معين وفي تقنيه معينه. وقدمت I got accepted يعني. جميل. فاصبحت جي دي اي يعني. والحين المهمه اني انا ايضا اجهز ناس ثانيين انهم يدخلوا لنفس البروجرام. جميل جدا، يعني قصه جميله. المايك معك يا سيد. اوكي. بالنسبه لي انا كانت القصه بدات يعني كمسيره حياه، خلينا نقول. بدات ان نزلت اول ابلكيشن لي كان اندرويد، نيتف اندرويد. طبعا في ذاك الوقت ما كان في فلتر. فكان هاي بدايه يعني مشواري. وفتره اللي انا كنت داخل في اهتمام في اندرويد، كنت اشوف التوتوريالز، اشوف احاول اكون ابديتد، بعرف شلون يصير الامور. اذكر يمكن كانت سنه 2014 كان او ديك السنوات، يعني في ديك الفتره نزل الماتيريال ديزاين. وكان بالنسبه لي ريفولوشنري يعني، او خلينا نقول ثوري، فكره ثوريه. خلينا نستخدم الكلمات العربيه في عالم الديزاين. فكنت اريد اكون سباق فيها. كنت قاعد اطالع الجوجل اي او ديك السنه، وقاعد اطالع الامور، فعرفت الجوجل اي او من ديك الفتره. طبعا في حاولت اسوي انتجريت للبرنامج، يعني الجوجل الماتيريالز اللي موجوده في الماتيريال ديزاين، الكومبوننتس موجوده في على اندرويد. وبعدها لقيت انه كان في صعوبه في خلينا نقول الماتيريال الموجود المطروح، كونها كانت في البدايه. فاذكر للحين يعني، اذكر سويت يوتيوب شانل يعني بسيطه جدا يعني في ديك الفتره، وحطيت اول فيديو شرح بدون صوت بدون كلام، فقط ادخل هني خذ الكود، كليك ايم كودينج هاو تو دو كود ديزاين، جست سمبل ثينجز يعني. نايس. فالحمد لله. فبعدها تطورنا يعني، دخلنا غير تطوير المهارات التقنيه، ان انا انزل برامج اكثر واشتغلت على امور اكثر. غير انه كان في فتره ان انا دخلت جي دي جي منامه. طبعا جوجل ديفلوبر جروب هناك هي لي انفايرمنت، ان بدل اسوي فقط اونلاين او يوتيوب او اون سوشيال ميديا، ادخل اسوي ورك شوب ان بيرسون.
وبدات اعمل ورك شوبس. طبعا ليش انا فلتر ليش جي دي اي في فلتر اكثر مما انا في اندرويد؟ طبعا مع التغيرات اللي صارت في التكنولوجيا كان الشيء الحلو ان انا كنت مشارك في الكوميونتي، فتعرفت على فلتر من الكوميونتي جميل. واقتنعت فيه. كان شيء غريب ان انا اقتنع في كروس بلاتفورم. وحتى انا نفسي كنت شاك في روحي، يعني شلون اقتنعت؟ انا كنت نيتف وتحولت الى بلاتفورم. لكن لان لقيت ان الجماعه اللي سووا فلتر او الجماعه اللي قاعد يتكلمون عن فلتر قاعد يفهمون نفس المشاكل اللي انا صح في بالي بالضبط. جميل. صح. اللي كان في ديك الفتره اعاني منه كان قاعد يحل هاي الحل. صح جدا. اقتنعت. وتقريبا نفس التجربه اللي حصلت لي على فكره. انا برضو دخلت فلاتر بسبب الكوميونتي وبسبب ان المشاكل اللي انا كنت بقابلها في الاندرويد نيتيف لقيتها محلوله في فلاتر، فاللي هو الكوميونتي هاي قوه الكوميونتي اعتقد، لان احنا قاعدين نشارك نفس المشاكل ونشوف الحلول اللي موجوده نفسها اللي قاعد تحل مشاكلنا. فهاي اللي صار. فبعدها قمت صرت بدال انزل عن كارد ديزاين وامور بسيطه بدون صوت، تشجعت ان انا اسوي اول ورشه ومن بعدها ورشات مختلفه. والحمد لله يعني بعد ما كونت بورتفوليو قوي من ناحيه تكنولوجي ومن ناحيه الانسبريشن او وش نسميه كوميونتي امباكت. I got nominated والحمد لله بكم جي دي اي. طبعا اخترت فلتر لانه كان the newest thing at the time، وان الشيء اقرب لك يمكن واقرب لي حل المشاكل لي. صحيح. فسويت عليه اكثر خلينا نقول ماتيريال او اكثر كوميونتي ورك. كويس جدا. جميل ما شاء الله. انا بس شايف ما شاء الله البدايه كانت نفس البدايه احنا الثلاثه، ان احنا بدانا فعلا في بالكوميونتي ايفنتس والكوميونتي اكتيفيتيز اللي كنا بنعملها في الجي دي جي وما بعد ذلك. وبعدين حتى يعني حصل لنا نومينيشن كده، او اللي هو حصل لنا ريكومنديشن اننا ندخل عالم الجي دي اي، والحمد لله حصل لنا البوش الجميله يعني حتى الان. طيب دلوقتي لو انا شخص مشاهد و يعني اللي هو انا اساسا مش انكلودد جوه كل الايفنتس وكل الحاجات الاكتيفيتيز الجميله دي كلها، اوصل ازاي ان انا ابقى جي دي اي؟ اوكي. طيب اول حاجه بتعملها انك انت بتشارك في مجموعات مطوري جوجل في المنطقه اللي انت موجود فيها. في مصر موجود طبعا في مدن كثيره، عدد الكوميونيتيز تبع جوجل عدد كبير جدا حول العالم. صحيح. فمتأكد تماما انك راح تحصل حاجة قريبة يعني من منطقتك. بمجرد حضورك انت في البداية من المهم جدا انك تستكشف نفسك. انت اكيد راح يكون عندك باك جراوند في خليقة تقنية معينة او لغة برمجية معينة، اكيد في اهتمام اللي يخليك انك انت تروح تحضر هذه الورك شوبس مثلا في الايفنتس تبع الكوميونتي هذا نفسه. ضروري جدا انك تستكشف نفسك، لانك انت في النهايه على اساس تو بيكم جي دي اي انت محتاج تكون في كاتيجوري معين. يمكن انت مثلا بتحب في الويب ديفلوبمنت، طيب وش الاشياء المتعلقه بالويب ديفلوبمنت او في الجي دي اي بروجرام في جوجل. تحاول انك تحضر هذه الورش، وبعدها طبعا تستكشف هذه التقنيه اذا لسه انت ما بدات فيها، وتقرب عليها. من هناك بتبدا الانطلاقه، لان اذا كان ما في يعني الجي دي اس مش مجرد اني انا بس خبير في التقنيه ويلا انا اطلع واعمل ورك شوبس. جانب الكوميونتي جدا مهم جدا، جانب انك انت تقدر تاثر على الناس، قادر توصل لهم المعلومه تبسطها الى اخره. فهنا اذا يعني هذه خلينا نقول جايه من شويه يعني حاجه داخليه، انك اذا فهمت فعليا وش اللي انت تريده وتحب الشيء هذا بيسهل عليك جدا انك انت تشرح التقنيه وتوصل للناس. خلاص من هناك انطلق يعني تبدا تسوي توتوريالز طبعا. مثل سيد قال لك ادخل يوتيوب. انا بالنسبه لي كانت يعني مستحيل ادخل يوتيوب افتح كاميرا وكذا، كان صعب جدا. بس كسرت هذاك الصراحه الخوف وطلعت وبدات اتكلم. المره الاولى كانت فعليا صعبه، الثانيه الثالثه خلاص صرت بعدين انا اريد يعني اعمل كثير. الجانب الاخر ارتكلز، بتكتب ارتكلز كثير. افكارك يعني اللي شو اسمه في اكثر شيء التحديات اللي نواجهها سواء في بيلدينج ابلكيشنز الى اخره، انت وجدت لها حل اشرحها للناس. صح. لا يعني لا تروح لحاجه بس شفت انه في ترند اي اي يلا خليني اكتب عن الاي اي. ادخل شوي تخصص في حاجه معينه على اساس الناس يعني بتجي بتتابع هذا الشيء تبعك، بتحصل على مور ريدرز، لان هذا احد الكرايتيريا انك تبي كم جي دي. كم عدد الناس اللي انت اثرت عليهم. يمكن حاليا في شيء سهل جدا، انا انصح الحين فيه بشكل كبير جدا، روح على اوبن سورس بروجكتس. صح.
او معاك اي فايب كودينج الحين خلاص. فروح ابني as much as you can open source وتاتش وش الكوميونتي نيدز اللي بيحتاجه. كثر ما حصلت على داونلودز كثيره وكونتريبيوشن كثيره في الجيت هاب اكونتس تبعك، هذا كانه جاستيفيكيشن فور جوجل انك انت قاعد تحدث تاثير جدا كبير جدا على الكوميونتي، وبالتالي انت ممكن انك تكون اكسبرت. وطبعا بتستمر، لكن يعني مثل ما نحن الحين صرنا جي دي اس، اعتقد نحن بعضنا اكثر من 3-4 سنوات الحين موجودين في الجي دي اس، اعتقد ما وقفنا اللي كنا نسويه قبل الجي دي اي. صحيح، اعتقد بالعكس مهم جدا زودنا بالضبط جدا. اعتقد هاي نقطه جدا حلوه، لان هل انت تصير جي دي اي او انت الحين لو اليوم لا سمح الله ان شاء الله عنك الجي دي اي، هل تحس انت كشخص تغير؟ لا راح تكمل نفس ما المشروع. المفروض تنظر بهالطريقه. اكزاكتلي ودي احسن حاجه يعني. هي الجي دي اي زي كانها شجعتنا ان انت تبقى جوجل ديفلوبر اكسبرت، لو حد مش فاهم الكونسبت كويس. ان هي شجعتنا اساسا اننا نمشي في الطريق، وبالتالي بوجود الجي دي اي او حتى عدم وجوده احنا مكملين. صح. ان شاء الله هنفضل نطور ونزود، بالعكس احنا يعني الموضوع بيزيد معانا اكتر واكتر. واللي بدا حتى بشكل معين من الكونتنت اللي هو كان بيقدمه، سواء محتوى فيديوهات، بدا ان هو يتوسع ويعمل محتوى كتابي وكده كمان. طيب سيد، انا يعني هل الناس لازم انها تعمل يوتيوب فيديوز او لازم تعمل بدون صوت؟ بدون صوت؟ اكيد لا، اكيد طبعا. احنا اعتقد الفكره ان احنا نحاول نساعد بعضنا ككوميونتي. الفكره ان باي طريقه نقدر نستخدمها، باي وسيله، سواء كان يوتيوب فيديو، سواء كان نفس ما ذكر محمود ارتكلز، تيك توك الحين موجود، صح. مقاطع صغيره. الفكره ان انا كشخص مثلا لما اوصل لمعلومه ممكن صعب الوصول اليها، او اقدر او اشرحها بطريقه افضل من اللي موجود الشروحات، احاول اخلي الناس تستفيد. فهي اصلا طابع داخلي ان تفيد الناس. الطريقه اللي تستخدمها طبعا الورك شوبس الحضوريه افضل وافضل. اكيد جدا. طبعا الورك شوبس الاونلاين اللي نقدر نسويها، اللي تكون مثلا جوجل ميت مو شرط على يوتيوب يعني مثلا. ففي وسائل متعدده، وهو فقط الاسهل ممكن يكون في البدايه يعني يوتيوب فيديوز. انا هاي كان اختياري، بس صح. اعتقد انت كان نفس الطريقه يمكن؟ انا بالضبط يعني، لان انا قبل اساسا ما اكون ادخل الجي دي جي وحتى الجي دي اي بروجرام، انا كنت بعمل ماشي في طريق الكونتنت كرييشن باليوتيوب. فهو كان ده بدايه الطريق بالنسبه لي. حلو. واعتقد من النقطه اللي انت ذكرتها نقطه مهمه جدا، اللي هي نقطه الورك شوبس الحضوريه والايفنتس والحاجات دي كلها. ودي من اكتر الحاجات اللي بتساعدك فيها الجوجل ديفلوبر جروبس. نعم صح. انا اذكر يعني في فتره الجامعه كنت يعني كان شيء صعب علي ان اطلع اسوي برزنتيشن مثلا. للامانه يعني كلنا مرينا بهذا الموقف. الحين يعني بعد هاي الامور خليناها كموضوع تطوير ذات. صحيح. اكثر بعد. اتفق تماما. وفي غير هذا الشيء مساعده الناس، هذا دائما شيء حلو، ممتعه جدا ان نشوف ونتعرف على الناس، ونتعرف مثل ما تعرفنا عليكم. يعني شباب احنا عرفنا بعض من الكوميونتي. وكانت معرفه طيبه الصراحه، طيبه جدا والله. يعني انا مبسوط بمعرفه سيد ومحمود جدا. شكرا. واحنا بعد مبسوطين. الله يكرمك. طيب اخر حاجه علشان نقدر اننا نقفل الفيديو، عايزين نعرف يعني اهم البنفيتس كده باختصار. محمود تقول لنا بنفيت او تو بنفيتس انت شايف ان هم فعلا يعني عاجبينك من الجي دي اي، وكذلك سيد. اوكي. اكثر حاجه انك انت تكون جزء من يعني الفيدباك تيم لبرودكتس بكره بتطلع لعامه الناس. يعني سيد اخر مره طبعا حضر جوجل ايو، ف يعني بتشوف في جوجل ايو على سبيل المثال تدشين فور اكزامبل، مثلا فاير بيس ستوديو على سبيل المثال، وانت كنت جزء من خلينا نقول التستنج لهذا قبل لا يطلع من الفيدباك تيم الى اخره. هذا حاجه من اكبر البنفيتس اللي انا اشوفها بالنسبه لي شخصيا، لانها بتعطيني النظره عن وش اللي جاي في المستقبل، وبحكم ان يعني معاي شركه تقنيه، وبالتالي هذا بيخليني انا دائما كاني اسبق الجميع في هذا الشيء. الشيء الاخر صراحه ذكرتوها قبل شوي، انه يعني نتعرف على ناس بامثالكم، كلتشرز مختلفه، يعني افكار مختلفه، وكل احد عنده حلمه الخاص يريد يوصل له، يريد يبنيه. فتخيل ان هذا الشيء
وانت بترجع الحين بعد هذا الايفنت، اعتقد حتى في قناعات بتتغير، صح ويخليك دائما تكون اهيد اوف تشحن طاقه قويه. بالضبط. سيد. يعني نفس ما ذكر النقاط محمود، اتفق معه في النقاط، خصوصا النقطة الأولى بالذات. يعني أنا ذكرت يمكن في بداية القصة أنا كنت أطالع جوجل آيو حتى أعرف عن ماتيريال ديزاين، وبعد 10 سنوات أنا كنت في جوجل آيو قدامي in front of me the new technologies happening. صحيح. فطبعا هذه أحسن البنفتس إن إحنا نحس إن إحنا كمطورين عرب إحنا موجودين، خلينا نقول في مواجهة التكنولوجيا نعم. مع الأحداث الرئيسية اللي قاعدة تحصل. نقاط طبعا الكوميونتي والتعارف ومعرفة النيوز ان تكنولوجي keep us pushing towards، يعني خلينا نقول the newest things. نعم. عشان حتى احنا نقدر نكون نواكب او نكون احسن من اللي موجود مرة. صحيح. فاعتقد هاي اهم النقاط يعني benefits. بالضبط. ونقطة أخيرة، احنا جزئية طبعا السواجز والسفر والايفنتس اللي بنحضرها والأكل. زائد الكونكشنز والاكل الكتير. جوجل بتهتم جدا بالاكل ما شاء الله يعني. وبس يعني دي كانت بعض النقاط بس اللي حبينا نتكلم عنها في عالم الجوجل ديفلوبر اكسبرت، وازاي تبقى جوجل ديفلوبر اكسبرت. ان شاء الله لو عندكم اي اسئله طبعا اكتبوا لنا في الكومنتات، وان شاء الله يعني نلتقي عما قريب في بودكاست ثانيه وكمان فيديوهات وحاجات جامده جدا هنعملها ان شاء الله الفتره الجايه. بس كده، يعطيكم العافيه. باي. سلام. يعطيكم العافيه. السلام. لايك كومنت سبسكرايب.